السلام عليكم الغزالات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله فيديو ديالي مسمى مع انني نزلت لكم ومشالي. اليوم بغيت نعاود لكم بالثمن البيع ديالو، عدد الحبات، العبار ديال الكيلو شحال يخرج لك، العبار ديال الدقيق شحال ديري، ومجموعه ديال الحوايج اللي غادي تعرفيها في هذا الفيديو. ثمن البيع ديال الصغيره المتوسطه والحجم الكبير البنات. اي حاجه غادي تكوني باغيه تعرفيها على المسمن وعلى الترويج ديالو او البيع ديالو غادي تعرفيها في هذا الفيديو ان شاء الله. ما عليك الا تبقاي معايا من الاول حتى الاخير ديال الفيديو. لو بارطاج لو ماكسيموم، القليب، لي كومونتير، واي حاجه بغيتوني ننزلها لكم خليوها لي في لي كومونتير. الدعم ديالكم هو اللي غادي يوصلني. الفيديو ديال المسمن اللي نزلته لكم قبل بجميع التفاصيل ديالو داروا لي عليه السينيال عده مرات الناس، ما عرفتش علاش، كل واحد وربي يخلصوا. واليوم بغيت نعاود لكم، الحمد لله كانوا عندي الفيديوهات عاد باقيين وبغيت نعاود لكم باش انكم تستافدوا. يلا نمشيو على بركه الله. الطريقه ديال تحضير المقادير وثمن البيع. ما تنساونيش عافاكم بالبارطاج، شحال ما كان بارطاج على الفيديو شحال ما عاونتوا ان الكونت ديالنا يكبر ويزيد يعطيكم معلومات جديده ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي الحوايج اللي كنخدم بهم. كنخدم البنات بلو غونار. لو غونار كنخدم باكسترا فين، لا سومول اكسترا فين هي اللي كنخدم بها. الدقيق الفينو او الناعم، ناعم جدا، ماشي المويان، ماشي الناعم عادي، اكسترا فين. كنخدم بلو غونار، لا مارك لو غونار. لا فارين كنخدم فرونسين، تقدري تخدمي باي فارين كيما اللي وريتكم ديال المترو. اللي مازال ما شافش الفيديو ديال المترو حتى هذيك لا فارين كنستعملها، خطيره البنات. المهم لا فارين نتوما والاختيار ديالكم. انا سوالفت كنخدم هذه كتجيني مزيانه وتوالفت نخدم بها. لو غونار سوا هذه ديال الكيلو كيف ما شفتوا معايا، اولا هذه ديال 5 كيلو كيف ما كتشوفوا. انا ملي كنخدم بزاف كندي هذه ديال 5 كيلو وكان نديرها. المهم هذه هي اللي كنخدم بها البنات. انا وريتها لكم لا من الظهر ديالها لا باش تشوفوا مزيان. راها اكسترا فين، ماشي فين. كيف ما شفتوا معايا. لا فارين هي هذه فرونسي. وغادي نحتاج واحد الخميره ديال الحلويات من فئه 11 غرام. غادي نمشيو دابا للطريقه ديال التحضير. هنا البنات عندي 3 كيلو، ان كوموند ديال 3 كيلو ديال المسمن. غادي ندير معكم عجينه ديال 2 كيلو وغادي ندير معكم عجينه ديال كيلو، كل وحده غادي نقول لكم شحال تخرج لكم. هنا بالنسبه للدقيق اللي غادي نديرو، غادي نعطيكم حتى كذلك عدد الحبات اللي غادي تخرج لكم وشحال ديروا الا كانت عندكم ان كوموند ديال 2 كيلو. شوفوا معايا البنات، هنايا خديت الفارينه اولا الدقيق الابيض 850 غرام حتى ل 900 غرام، نتيا والاختيار ديالك. والتتمه ديالو ديال باش توصلي الكيلو 200، يعني مجموع ديال الخليط ديال الدقيق والسمول كيلو و200، كيلو 250. 800 غرام نتاع الفارينه اولا الدقيق الابيض، و400 غرام نتاع الفينو اكسترا فين. ضفت القليل من الملح، ملعقه ديال السكر، وغادي نضيف خميره ديال الحلويات ديال 11 غرام. غادي نضيف القليل كيف ما قلت لكم مع ديال السكر، انا عاد دابا ضفتو. وغادي نخلط العجين. هنايا البنات هاد العجينه نتاع 2 كيلو نتاع المسمن. بالنسبه للماء اللي غادي تحتاجيه لهاد العجين تقريبا ما بين 750 مليلتر حتى 800 مليلتر. غادي تعجنيه، ما خصوش يجي قاصح بزاف وما خصوش يجي رطب حتى ما تقدريش انك تحكمي فيه البنات. هاد العجين كتخرج لك 2 كيلو نتاع المسمن. كيشيطوا لك بعض الحبات ولكن على العموم كتخرج لك 2 كيلو نتاع المسمن، سواء كان كبير سواء مويان سواء كان صغير. بغيتي بالحبات غادي نقول لك شحال غادي تخرج لك من الحبه. بقاي معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفي كاع لي ديتاي. هنا هاد العجينه غادي نديرها لكم ديال كيلو واحد، كيلو ديال المسمن. الا جاتك ان كوموند ديال كيلو اولا بغيتي ديريه لدارك كديري البنات خليط ديال 600 غرام. درت 400 غرام نتاع الدقيق و200 غرام نتاع الفرينه نتاع السمول عفوا اكسترا فين، هي اللي كنخدم بها. هنا البنات بعد ما خليت العجينه ترتاح، شحال ما خليتيها ترتاح مزيان، ما كانش عندك الوقت على الاقل ساعه، كان عندك الوقت خليها مزيان. درتها كويرات 60 غرام، 60 غرام نتاع الحبات البنات كيف ما شفتوا معايا هنايا. لا بالنسبه للعجين الاول لا بالنسبه للعجين الثاني. هاد المرحله البنات اللي كانت تبغي تخدمها كالكزار او لا عندها انكوموند على الصباح بكري تقدري ديري هادشي كامل في الليل. تصايبي المسمن ديالك تربعيه وتصايبيه وتغطيه بالفيلم اليمونتير وحتى الصباح عاد غير طيبيه كيبقى زويون وما كيضيعلكش على التجربه ديالي. هنا البنات دهنت المسمن
على هذا الشكل وغطيته وخليته يرتاح واحد شويه عاد باش انني نخدمه. سواء انك تخدميه كيف ما قلت لكم في الليل، يعني ديريه مربعات وتصايبيه، يعني ديري له الفيطاج ديالو، تحطيه وحده قدام وحده وتغطيه، او لا تخليه يعني حتى الصباح وتخدميه ما عليه حتى شي حاجه. هنا غطيته باش ما ينشفليش البنات، وغادي نمشي باش انني نورقه. البنات ما تنساونيش عافاكم بلو بارطاج ديال الفيديو، غتعرفي حتى الثمن ديال البيع وكل حاجه غتعرفيها. هنايا خديت واحد الزافه درت فيها نفس النوعيه ديال السمول اللي هي الاكسترا فين والناعم جدا، وغادي نضيف لها واحد الكيس ديال خميره الحلويات نخلط مزيان، وغادي نمشي باش نورقها. بالنسبه للزبده تستعملي اي زبده كانت عندك، اي حاجه بغيتي تخدمي بها. انا خدمت بمارغارين ديال اوشون، تقدري تخدمي باي حاجه. استرا حتى هي كنخدم بها البنات، يعني تخدمي اللي بغيتي. هنا غادي ندوبها البنات هكا على هذا الشكل، وغادي نمشي نخدم بها. ما نخلطش معها الزيت، كنخليها بوحدها، وكناخذ غرفيه واحده اخرى فيها الزيت غادي نخدم هنايا في ونخدم عادي البنات المسمن. ما كنديرش وحده فوق وحده، كنخدم عاديه المسمنه. كنورقها مزيان حتى كتكون يعني رقيقه بزاف. كنضيف شويه ديال المارغرين او الزبده اللي بغيتي تخدمي به، وكان نرشها شويه ونرشها شويه ديال السمول اللي وجدته ونطويها عادي. كنخلي وحده من قدام وحده حتى كنكمل الكميه كامله، عاد نمشي انني نقرصهم البنات. كيف ما قلت لكم هذه المرحله تقدري ديريها في الليل وتصايبيهم وتعدليهم. بالنسبه للبنات اللي كيبيعوا الكزار او اللي يبيعوا المخبزه او اللي يبغيو عندهم شي ايفينمون على الصباح بكري، كتصايبيها هكا مربعات كامله في الليل وكديريهم في البلاطو وكتغطيهم بلو ساشي باش ما ينشفولكش. غدا صباح غير كطيبي ما يصرى لهم حتى شي حاجه مهمه هي طياب البنات. المسمن ماشي هو غير فرينه وسميده او لا هو غير توراق. المسمن كذلك كيلعب دور كبير فيه هو الطياب. شحال ما طيبتيه مزيان وعرفتي كديري طيبيه، شحال ما جاك دوغي وشحال ما جاك زويون وجاك مفخفخ لداخل، ما جاكش مدقس ويجي مورق لداخل. هذا هو اللي كيلعب دور كبير في الطريقه ديالي باش كنطيبو. كنديرو على هذا الشكل البنات، كنوضع البابيي وكنوضع مجموعه ديال الحبات، كنطيب وحده مره وحده ونولي عاوتاني نعمرهم. هنا البنات الطياب ديالو غير كنحط الحبه كنبقى نقلبها، ما كنخليهاش نهائيا انها تديري اللون قهوي او لا يعني تتحمر مزيان. عاد نقلبها كنبقى غير كنحرك وكندور في الحبات بحال هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا، كيجي مورق ويجي خطير البنات. الثمن البيع ديال هاد الحبات المسمن هاد الصغار ديال 50 ديال 60 غرام، انا دائما تقريبا كنبيعهم بالكيلو. يعني السيده ميم ان السيده كتكوموندي لي 10 ديال الحبات كنقول لها من الاحسن دي كيلو، راه غتربحي 3 ديال الحبات وحده اخرين الا ديتي غير 10، لحقاش الا دات 10 غادي نبيعوا لها اورو 50، غادي نبيعوا لها ما بين اورو 20 اورو 50. الا دات كيلو غادي يتقام لها 13 اورو، غادي تدي 15 حبه. الكيلو البنات كيكون فيه 15 حبه من هذا الحجم ديال 60 غرام. بعت درتي الحبه اللي فيها 80 غرام او 100 غرام كتبيعيها 2 اورو. درتي الحبه اللي هي كبيره فيها 120 غرام كتبيعيها 2 اورو 50 البنات، 2 اورو 50. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على حساب الا بعناه للكزار شحال نبيعوه له او لا بعناه للبولونجي شحال نبيعوه له، دائما هذا الثمن اللي كنعطيه لكم غادي تنقصوا عليه. المسمن كيلو كيكون فيه 15 حبه بهذا العبار ديال اللي كندير به 60 غرام. الا كنتي درتي العبار كبير ديال 100 غرام بيعي بالحبه. ضروري هاد الصغير اما تبيعيه بالحبه قولي لها شحال الثمن، بعتيه بغيتي تقولي لها بغيتي تربحي قولي لها ودي الا بغيتي تربحي راه غادي تدي كيلو يكون فيه 13 منها انت تبيعي كيلو، يكون فيه 15 منها انت تبيعي كيلو ومنها حتى هي غادي تربح. يلا ما تنساونيش البنات عافاكم لو بارطاج ديال الفيديو، القليبات، لي كومونتير وتسجيل الفيديو اللي هو مهم باش يبقى لك دائما.